السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكريب الصحي. هنعمل كريب الشوفان جميل جدا وصحي. الشوفان غني بالألياف، فبالتالي هو كويس للمعدة والأمعاء، وفي نفس الوقت الجلوتين اللي فيه مش عالي وما بيزودش الوزن قوي، بياخد وقت كتير لحد ما يتهضم، فبيكون مشبع جدا. هنعمله، ودي نوتيلا احنا عملناها مع بعض صحية قبل كده. لو حابين هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. معايا هنا كوبايه من الحليب، كوبايه من دي الشوفان انا حمصته، يعني دفيته كده على النار بحيث ان هو يبقى ما فيهوش رطوبه، وطحنته في المطحنه، و2 حبه بيضه، وربع معلقه ملح، ومعلقه سكر بني، وممكن تستبدليها بسكر ابيض عادي، وشويه من الفانيليا السايله، ولو ما فيش فانيليا سايله ممكن نزود كيس فانيليا باودر. طيب حطيت معلقه السكر مع الفانيليا على البيض، وهنا بقى انا رجعت الشوفان في الخلاط تاني اللي انا طحنته فيه علشان انزل عليه بالحليب واضربهم كويس، وادي كمان البيضتين والفانيليا والسكر والملح، وهضربهم ضربا مبرحا حتى الموت لحد ما يبقى سائل معايا زي ما هتشوفوا قوامه دلوقتي كده. ولكن النتيجه دي بالنسبه لي مش مرضيه، فانا هرجع بعد 5 دقايق اضربه تاني في الخلاط، بس لما الحبيبات اللي قدامنا اللي انتوا شايفينها دي يعني تتنقع شوية في الحليب. تمام. وبعد كده هرجع اديهم ضربة كويسة جدا، وده قوامها اللي انا عاوزاه. معايا بقى طاسة عادية او طاسة كريب، بحط فيها نقطتين من الزيت، ودي الدهان بيبقى مرة واحدة بس، هي المرة الاولى. وبعد كده النار بتبقى متوسطة ودرجة حرارة الطاسة اللي أنا بستخدمها أو الجريل اللي أنا بستخدمه كويسة. بعد كده أول ما بياخد اللون اللي هو الأوف وايت ده وبيتحول من اللون الأبيض للون الأوف وايت كله، ببدأ إن أنا أقلبه على الوش التاني، وبحركه بالشكل ده كده عشان أضمن تسوية من كل الجوانب بمساعدة السباتولا. طبعا لو في مكان عاوزة أضغط عليه علشان يطول النار من كل اتجاه. طيب دي كان اول واحده عملناها مع بعض. بعد كده بقى اول ما بخرجها لازم اخرجها في فوطه او حاجه اغطيها كده. بعد كده الفرشه اللي معايا بيكون لسه فيها اثر زيت، بمسح بيها برضو بعد مثلا 3-4 وحدات كده ولا حاجه، بمسح بيها كمان مره، وببدا برضو اشتغل. اول ما بيبقى اللون اللي في الاطراف ده موجود في الكريبايه كلها بقلبها على الناحيه التانية. كمان بيكون البخار قل جدا، وده بيكون شكلها هي اول واحده بس اللي بتبقى يعني تحس ان هي بارده شويه، وبعد كده كله بيبقى درجته جميله. طيب هو طري معايا كده نتيجه ان انا غطيته مباشره. طيب لو انا عايزه اعمله مش للحلو، للحادق، هقلل نسبة السكر وهزود نسبة الملح، واشيل الفانيليا واحط مكانها اما معلقة خل او رشة فلفل اسمر. طيب انا دهنت بالنوتيلا الصحيه اللي كنا عملناها قبل كده مع بعض والموز، وهبدا ازينها بقى من بره بالشكل ده كده، واحلى كريبايه يا جماعه صحيه ولا اروع من كده. هبدا اقطعها بالقطاعه كده عشان تكون سهله الاكل. لو كنتم وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتشوفوا اقل حاجه 3 دقايق في الفيديو علشان الفيديو ما يقعش مني. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات من مطبخ اميره. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.